السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سليمة مع وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. كنقترح لكم في هذا الفيديو طريقة تحضير صابلي بعجين اللي ناجح 100% بطريقة مفصلة. غنشوفوا جميع الخطوات ديال التحضير ديال الصابلي العجينه باش تنجح معنا، يعني ما تقلصش وما يتبدلش الشكل ديال الصابلي ملي ندخلوه الفران. وحتى الطريقه ديال التزيين انا اقترحت عليكم هاد الشكيلات، وطبعا التزيين كيبقى على حسب الرغبه. المهم هو العجين يكون عجين ناجح ان شاء الله. غنبقاو ان شاء الله في الفيديو غنشوفوا الخطوات ديال التحضير وحتى ديال التزيين الصابلي. بالنسبه انا غنخدم معكم قياس واحد اللي هو 250 غرام ديال الزبده نباتيه. انا خدمت هنا بباتيسور، وكتخدم باي ماركه كتفضلوا. درت لاقبيصه ديال الملحه، وعندي 2 كؤوس ديال العنبه ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر خصو يكون الحبيبات ديالو رقاقين شويه، اذا كانوا غلاضين كندوزوه واحد الدوره ولا جوج في الهاشوار ولا في المطحنه. صافي هنا انا النكهه كتبقى اختياريه. انا درت النكهه ديال الكابوتشينو او نديرو ديال البرتقال ولا اللي كتفضلوا، وعنك حتى ودرت حتى الفاني، وضفت واحد معلقه كبيره من الجليكوز. دائما الجليكوز كنعمل معلقه في الماء، او الا كنت نهز بالمعلقه ولا بيدي باش كيسهل علينا الجليكوز نهزوه. كما قلت لكم ضفت واحد معلقه صغيره عامره مزيان من البودره ديال الفاني او واحد ساشي. صافي نبدا نخدم مزيان الزبده مع السكر مزيان حتى يندمجوا. عاد غنضيف الزيت. بالنسبه للزيت كنضيف 2 الكؤوس ديال العنبه الزيت. دائما كنخدم بالكاس ديال العنبه المعروف، كاس ديال الشاي. بالنسبه للسعه ديال الكاس ديال العنبه 150 مليلتر. ضفت 2 الكؤوس من زيت نباتيه، وغنخدم مزيان الزبده والزيت. واللي بغى يفضل يخدمها بالزبده من اصل حيواني يخدم، كيبقى على حسب الطلب. لا كنتي شابه الكوموند او على حسب ولا كنتي عاد خدمه للدار بحال، يعني الزبده كتبقى اختياريه. هنا ضفت 4 الحبات ديال البيض. انا عندي هنا الحجم ديال البيض صغير، ضفت 4 الحبات. اذا كانوا الحبات ديال البيض كبارين كنعملوا 3. وضفت 2 المعالق كبار عامرين مزيان من الدقيق محمر، كيجي مزيون في الصابلي، كيضيف له واحد النكهه وحتى اللون باش ما كيجينا داك اللون ديال الصابلي موحد. واذا بغينا نعوضوه يمكن نعوضوه بودره ديال الحليب المجفف حتى هي كنحمروها، او البسكوي مطحون، كيبقى على حسب. انا درت الدقيق، وكنبقى نضيف الدقيق على حسب الخليط. تقريبا كتوجد معايا 1 كيلو و100 غرام هكا تقريبا. كيبقى الدقيق على حسب الخليط وعلى حسب درجه امتصاص السوائل. صافي كنبقى غير كنجمع بيدي. حنا هذه قاعده معروفه ديال الصابلي ما كيتعجنش، فقط في الاول كنخلط مزيان الزبده وباقي المكونات. اما ملي كنبقى نضيف الدقيق غير كنجمع بيدي صافي، وكنخليها ترتاح في الثلاجه او خارج الثلاجه اذا كان الحال بارد واحد نص ساعه. المهم كاين اذا بغيتي تتبيته معجونه الصباح عاد كنخدموها ماشي مشكل، فحال صافي. انا خليتها ترتاح واحد الساعه هكا بين ما ساليت شغلي. عاد رجعت من هنا للعجين ديال الصابلي. كنوزن العجين كامل. مثلا انا عندي 7 تشكيلات، باغا نخرج 7 ديال التشكيلات. هذا الشيء اللي مطلوب، 7 ديال الاشكال من هذا الصابلي. كتوزن العجين كامل وكتقسمو على 7، كيخرجوا لك الوزن ديال كل كره. صافي، وغنبدا كل كره كنطلقها والرشمه بديك المريشم، مثلا واحد المريشم معين حتى كنسالي الكره الاولى. عاوتاني كندوز للمرشم الثاني الكره الثانيه، وانا ماشي هكاك حتى كنسالي باش كتجيني خدمه سهله. انا فقط غير يعني نوريكم من هنايا. درت كره وحده طلقتها نرشم بها مراشم كاملين صافي باش نسربي. عاد نرجع نخدم حيت كانت عندي كميه كثيره، ما كانش عندي هذا القياس هذا حتى نطبخ صافي. عاد نوريكم. انا خدمت هنا 2 القياسات، يعني خرج لي واحد كميه كثيره. صافي هنا غندير شكيلات كاملين اللي باغا نشكل وغنحطهم في اللاطات.
بالنسبه للصابلي ملي كنطبع كنعاود عليه ديك البلاستيكه عاد كنرجع نقلبو باش كتجيني ساهل، ما يحتاجش انني نهزو بواحد سباتيلا او كان داغك غير كنقلب الميكا وكنبقى نهزو كيجيني ساهل. هنا غنخدم على السول بات، هذا اللي كيديرها اللي كيجي به الصابلي مزوق بهاد الموتيفات ديك رقاقين كيجيبوا مربعات رقاقين. صافي غنبدا نستف الصابلي. ماشي بالضروره انك تخدم بالسيل بات، غير اذا كان انك باغا واحد اللوجه ديال الحلوى باغاه مثلا يكون فيه هذا الموتيف ديال السيل بات عاد نخدم به، ما كانش ما يحتاجش. صافي هنا هذه هي الكميه، انا كان عندي واحد الكميه كثيره كما قلت لكم عجنت 2 عجنات ديال الصابلي كيخرج على هذا الشكل هذا محمر مزيان. بالنسبه للطياب ديال الصابلي ضروري ضروري ما كنطيبوه على نار مهيله بزاف بزاف، يعني كتكون كنهبطوا ملي كندخلوا اللاطاس كنسخنوا شويه الفران، عاد كندخلوا اللاطاس كنهبطوا النار الى اقصى درجه، يعني الى ادنى عفوا الى ادنى درجه، وكنخليوه يطيب حيت الصابلي ما خصوش يتحمر، غير يتحمر خصو يطيب من الداخل وباش يبقى معنا مقرمش واحد المده، يعني ماشي غير بديك الساعات مثلا منين فينيوه كيرطب، لا اذا طيبناه على نار اللي مهيله بزاف بزاف كيبقى محافظ على القرمشه. صافي من بعد ما طيبت الصابلي خرجته حتى كيبرد، حضرت لنا الموتيفات ديال الشوكولات. انا عا كنوريكم هنا يعني هادو اللي خدمت باخرين الاولين اللي بينت بالشوكولات كحل، واخرين اللي كنبينهم دابا بالشوكولات ابيض. هادو هما الموتيفات اللي خدمت بهم اللي زينت بهم الصابلي. بالنسبه للشوكولات انا هنا عندي الشوكولات ابيض وكحل بدون اي اضافه، يعني ما ضفت لهم لا زيت ما ضفت لهم لا نشا لا حتى حاجه، ذوبت الشوكولات كما هو فقط. يعني كنشوب واحد الكاسرول عملت فيه الماء، عملت فيه طريف الحامض باش ما تخسرش الاناء اللي نتوما تعملوا فيه حمام مريم. صافي هنايا بالنسبه للشوكولات كما قلت لكم ما ضفت له والو، حيت هاد الصابلي انا ما خدمهش دابا، خدمته ملي كان الحال باقي شويه بارد، يعني ما كنضيف له حتى شي اضافه باش يلاه كيجيني هو هذاك. اما بالنسبه ملي كيكون الجو سخون كنضيف شويه ديال النشا، يعني مثلا نص كيلو كندير له معلقه كبيره ديال النشا، نص كيلو ديال الشوكولات كندير له معلقه كبيره ديال النشا باش ما كيترخاش الشوكولات معنا داغيك ما كيترخى، واخا الحراره شويه. اما هذا كما قلت لكم كان شويه باقي شويه الجو بارد، ما ضفت له حتى شي حاجه، ذوبته فقط. بالنسبه للطريقه ديال الشوكولات باش يجي معنا مزيان، كندوب الشوكولات حتى كيغلى الماء مزيان، عاد كنحط الاناء اللي فيه الشوكولات. ملي كيذوب غير شويه كيبقى لي ديك طريفه الشوكولات كنطفي، كنخليه وانا كنخليها كيذوب عاد ديك الحراره هذيك ترجع عليه، كنبقى نحرك مزيان 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 حتى كيذوب كامل ونتاكد منه انه داب كامل. كنخليه واحد دقيقه هكا، عاد كنبقى نعملو في بلاستيكات باش كيجي الشوكولات فيه واحد اللمعان، ديك الموتيفات اللي كنصايبهم كيجيو فيهم واحد اللمعان. من بعد كما قلت لكم ما خليته حتى هكا، بقى واحد دقيقه درتو في هاد لي موتيف وخليتهم شويه، عاد كندخلهم للكونجيل ولا الثلاجه. ماشي كيف كنكوب الشوكولات كيف كنهزهم نحطهم في الثلاجه، لا عاد يبقاو يجيو بحال مضبين شويه، نخليهم حتى كيشدوا راسهم شويه عاد كندخلهم للثلاجه. صافي كنبقى هكا حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. فاش كنسالي هذوك الكميات اللي عندي ديال لي موتيف ديال الشوكولات كنحطهم كل شكل كنحطو في واحد الاناء واحد الاناء معين، مثلا الكحل بوحديتو البياض بوحديتو التشكيلات كلهم بوحديتو، عاد باش والصابلي حتى هو راني موجده باش يجيني في الفينيسيو يجيني ساهل. انا هنا كنت خدامه بمجموعه من مشكلات اخرين، يعني ما شاركتهمش معكم حتى مره اخرى ان شاء الله. صافي وجدت شكيلات ديال اللي نزين بهم الصابلي. عندي هنا التعليكات، عندي التعليكه ديال الشوكولات وعندي التعليكه بالنكهه ديال البسكوي، وعندي كراميل صوص كراميل. صافي والورد وديك العقيق او النجاره ديال الشوكولات الساتيون اللي غنزين به كلشي كنحط حدايا باش كتجيني هاد المرحله هذه ديال التزيين كتجيني سهله. بالنسبه لهذا الشكل هذا ديال السداسي الاضلع غنزينو غنعمل له شويه ديال الكراميل
وغنحط عليه المونتيف ديال الشوكولات. هذا ما عملت له حتى شي اضافه، خليته كما هو، جا هكا مزيون بلا حتى شي حاجه، ما ضفت له شي العقيق او ساتيون او خليته كما هو. والشكل الثاني غنعمل له هاد النكهه، هاد عفوا التعليكه ديال الناطا او النكهه ديال البسكوي. ان شاء الله انا غنشارك معكم هاد التعليكه وحتى الصوص ديال الكراميل وحتى العجين ديال الصابلي بوحدو مفصل بوحديتو، يعني بلا تزيين. هذا الفيديو هذا غيجي طويل حيت فيه العجين ديال الصابلي وفيه حتى التزيين ان شاء الله. وغنخلي لكم في هذا الفيديو هذا، غنخلي لكم في صندوق الوصف التعليكات اللي حضرت بزاف الانواع ديال التعليكات، الشوكولات ديال الناطا ديال الفرونفواز ديال البيستاج، حضرت معكم بزاف، والصوص كراميل كما قلت لكم. بالنسبه لهذا الشكل هذا حتى هو خليته هكا، ضفت له فقط غير النكهه ديال الناطا او التعليكه ديال الناطا، ودرت هذا الموتيف وعملت ديك الساتيون في الدوغي. كما قلت لكم اللي بغى يخدم بهذيك لي بانسو يخدم بهم، واللي بغى، انا بالنسبه للساتيو كنعملو بيدي كيجي عملي على هذا البانسو. صافي. بالنسبه للشكل الثالث مربع حتى هو عملت له التعليكه ديال الناطا وكنحط عليه المونتيف ديال الشوكولات. غنجيب شويه ديال الجليكوز، غنعمل واحد المقيطه هكا غير باش تشد لي ديك الورقه ديال الورد، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الشكل الثالث. صافي. كنبقى هكا كل شكل كنزينو على حسب الرغبه او على حسب كيف كيبان انا خصني يعني نضيف له. بالنسبه لهذا الشكل هذا الرابع حتى هو صايبته بهذيك النكهه حتى هي ديال عفوا التعليكه ديال الناطا، وعملت غير شويه ديال التعليكه حيت غنحط فوق منه النجاره. انا اخترت نعملوا هذه النجاره اللي في اللون الاصفر، وزينته حتى هو بشويه ديال الساتيون. كما قلت لكم اللي بغى يخدم بهاد لي بانسو راه غيخدم بهم، انا كيجيني نخدم بيدي خصوصا في هاد الساتيون كيجيني عملي احسن من البانسو. انا فقط غير كنوريكم اللي بغى كل واحد وكيفاش كيرتاح في الخدمه. هنا كتوزع بطريقه مزيانه وما ديك الشوكولات ما كيبقى الملمس ديال او الوجه ديال الموتيف كيبقى مزيان. ملي كنبقاو نعملو بانسو بعد المره ديك اللمعان ديال الشوكولات ما كيبقاش، بحال كيتخربش شويه الشوكولات. صافي. هكا الشكل الرابع زينته. بالنسبه للشكل الخامس ساهل بزاف بزاف، فقط عملت شويه ديال التعليكه جات على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الفيديو، وعملت عليه داك العريج ديال الشوكولات، وغندوز عليه بساتيون في النحاسي. النحاسي كيجي رائع مع الشوكولات كحل، كيجي مزيون بزاف بزاف وكيبين المونتيف بزاف اكثر من اننا نعملو معاه الدوغي. والعاوتاني الشوكولات الابيض كيجي معاه الدوغي واعر احسن من النحاسي، يعني كنمشيو على حسب ملي كنضيفوا ديك الاضافه اولا. بحال دابا هاد الساتيو اللي كنعملو كيفاش غيبين لنا الصابلي، انا جاني النحاسي مع الشوكولات الاسود والدوغي او الارجنتين مع الشوكولات الابيض. صافي. الشكل الاخر حتى هو عملت له التعليكه ديال الشوكولات او بنكهه الشوكولات، وحطيت الموتيف ديال الشوكولات وغنضيف له العقيق او هاد الجويهرات صغيورين ديال في النحاسي. كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل الاخير والشكل السابع عندي هنا جوج المعالق ديال الكاوكاو كونكاسي، كما يمكن لكم تعملوا اللوز كونكاسي. ضفت له جوج المعالق صغارين ديال الناباج ومعلقه ديال الجليكوز، غنخلطهم وغنوضعهم على النار باش يطلق داك الجليكوز.
والناباج وينسجموا مع بعضهم. ضفت راس معلقه صغيره ديال النكهه ديال البيستاج، منا نكهه منا ملون ديال البيستاج. بالنسبه للكاوكاو راه درت 2 معالق كبار كاوكاو كونكاسي. كنعي كنديهم نجيبوها يد على العافيه شويه، نديهم نجيبوها هكا تيندمج. انا ملي ضفت ديك معلقه صغيره ديال الجليكوز ما تجمعليش ما بحال ما تعلقش. كنت ضفت ما بانتش في الفيديو، ضفت معلقه صغيره اخرى يعني 2 معالق كبارين ديال الكاوكاو كونكاسي او اللوز، مع 2 المعالق صغارين ديال الناباج، مع 2 المعالق صغارين ديال الجليكوز، مع النكهه وملون. هي نكهه وملون في نفس الوقت ديال البيستاج، باش كيجينا على هذا الشكل هذا، هاد اللوين هكا بحال البيستاج، بحال اللي خادمين زعما بالبيستاج. المهم بالنسبه للناباج والجليكوز راه كتبقاو تزيدوا حتى كيبقى يبان لكم راه تعلق ديك الكاوكاو. صافي وكنبقى نهز غير ما حد هو سخون، انا كنهز غير شويه هكا بيدي وكنحط في ديك المربع. كنعمل يدي في الماء باش كيساعدني شويه. صافي كنعمل ديك الوريقه ديال الواط. كيكونوا هادو هما الشكيلات نهائيا يعني اللي خدمت معاكم، او اقتراحات او تشكيله ديال الصابلي اللي خدمت معاكم. كنتمنى ان شاء الله هذا البلاطو ينال استحسانكم. الى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.